ما انا نفسي اقول، انا سايب ما هو شوف انا اتفضل قول. لا وانا محترمك اهو. اتفضل اتكلم دقيقتين. اديني بقى انا لحظه بس، عندي كلمه في معلومه خطا انا قلتها، قول لي يا فندم. اتفضل للناس. انا بقول للناس احنا في بلد اقتصادها معروف حجمه قد ايه، بيتطلب ده بعض القرارات اللي ممكن الناس اللي في محدود الدخل زي ما بيتقال يحسوا اكتر بالظلم او يحسوا اكتر طب اقاطع حضرتك، اقاطع حضرتك بس وتجاوبني عليها بس. ما انت ماشي. هو ليه محدود الدخل بس هو اللي بيتاثر؟ ليه سياده الضابط ما بيتاثرش؟ ليه سياده وكيل النيابه ما بيتاثرش؟ ليه حضرتك اللي بتنظم مؤتمراتهم ما بتتاثرش؟ ليه الناس بتوع ايجيبت ما بيتاثروش؟ ليه الناس بتوع مصر الجعانين الشحاتين اللي محتاجين مساعده من الاصل هم بس اللي بيتاثروا؟ ليه صارت البيضه للاسره المصريه صارت حلم يا عينيا؟ ليه؟ حلوة. انت دلوقتي بتقولي اللي زيك. انا مثلا في 2020 ساعه الكورونا رئيس الوزراء اصدر قرار بمنع التجمعات. انا كشركه وكبني ادم كنت يعلم الله كنت عايش ازاي وبحاول احافظ على شركتي ما تتقفلش ازاي. فانا زي الناس. اما الفئه الثانيه دي ناس اصلا ناس معاها فلوس، ناس شغاله سواء في الصح او في الغلط. طب انا بسال سؤال يا استاذ بقول لك ليه ضابط الجيش العميد ولا العقيد الاساسي بتاعه بيعدي ال100,000 ومع الحوافز وكده بيوصل لنص مليون؟ ليه؟ انا طبعا معلومه ال100,000 ونص مليون دي انا غير متاكد منها. اللي انت قول لنا اللي انت متاكد منه. بيقبضوا جامد. لا انا عارف قبضهم عالي، لكن اللي احنا شايفينه دلوقتي في الدول اللي حوالينا لازم هو يكون مميز. ليه يعني ليه هو السيد يا بيه محافظ على البلد حلو. انا عاوز اسالك سؤال. الجيش ده بيضحي حياته. برافو عليك انت استاذ. في بيتي بكلمك وانا قاعد في البيت بقى انا فاهمك بقى يا استاذ برافو عليك. انت قلت الجيش لابد ان يكون مميزا. ليه؟ قلت لي عشان محافظ على البلد وبيدافع عن البلد. قدام الناس اهو عاوزك تجيب لي حالة واحدة بس قام فيها هذا الجيش بالدفاع عن البلد. يا فندم كفايه ان انا قاعد في بيت. لا يا استاذ وانا كان زمان يا سعاده البيت حلو برافو عليك. احنا البلد الوحيده رغم يا استاذ ورغم المشاكل الاقتصاديه يا سعاده البيت قاعدين في بيوتنا. لا حول الله. يا سعاده البيت المشاكل الاقتصاديه اللي عملها الجيش. انا عاوز اسال سؤال. الناس في السعوديه مش قاعدين في بيوتهم امنين؟ الناس في الامارات مش قاعدين في بيوتهم امنين؟ الناس في الكويت مش قاعدين في بيوتهم امنين؟ الناس في الاردن مش قاعدين في بيوتهم امنين؟ الناس دي عندهم قواعد عسكريه. عندهم قواعد لا اله الا الله. اتفضل. انا بسالك الناس دول مش امنين ليه الضباط بتوعهم ما بياخدوش 100 مره ضعف 100 ضعف مرتب المثيل ليه؟ انتوا احنا عرفنا بياخدوا قد ايه؟ لا ما هي موجوده يا حبيبي. الوحيدين اللي شعبه بيشتكي واللي بنسمع قرارات الزيادات هو الجيش المصري. ما سمعناش لا الجيش السوداني ولا الاردني ولا السعودي ولا الاماراتي ولا العماني ولا العراقي المسيطر حتى اولا ولا الكويتي ولا البحريني ولا القطري. اشمعنى انتوا يا حراميه يا نور مرتباتكم 100 ضعف؟ وبعدين انا سالتك سؤال ما جاوبتنيش عليه. اديني حاله واحده بس قام فيها الجيش المصري بحفظ امن مصر والدفاع عنها. يا فندم هي الحاله دي اللي احنا البلد حتى الان في استقرار. ايه استقرار يا بيه يا سعاده البيت؟ كان زمانها دخلت سينا يا سعاده البيت. الكلام العبيط ده انا مش عاوز اسمعه. انت اكتر هقول لك ليه. انت اكتر دوله شعبها بيهرب منها عشان يدور على شغل. اكتر دولة انت مصنف الدولة الاولى في العالم الطاردة للسكان. اين الاستقرار؟ انت الدولة الوحيدة اللي البيضة صارت حلم للاسرة المصرية. انت الدولة الوحيدة اللي كان ليك مركز على مستوى العالم من 15 سنة ولا 12 سنة في التعليم وخرجت بره معدل التعليم العالمي. انت الدولة الوحيدة
اللي سمعنا في التاريخ الحديث بتبيع أراضيها جملة وقطاعي لدول أجنبية أخرى. أنت الدولة الوحيدة اللي بتبيع أرضك لدولة تاني، ومحرم على صاحب الجنسية المصرية أن يتملك فيها حاجة زي رأس الحكمة إلا إذا كان يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية. ولسه بتقول لي أمن وأمان. أنت الدولة الوحيدة اللي المواطن لو دخل اسم الشرطة لا يشعر بالأمن، لو راح أي مدخل حدودي، مطار، مدخل بري، مدخل بحري، لازم يقعد يقرأ ياسين والفتحة وبتاع عشان الباشا الضابط ما يعملوش مشاكل وانت داخل. انت الدولة الوحيدة اللي فيها السادة الضباط وأمناء الشرطة وصف الضباط بيشحتوا من أي واحد داخل مصر بشهادة كل الأجانب والمصريين اللي بيخشوا مصر. انت الدولة الوحيدة اللي بتفرض جمارك على علاج المصريين، مع ان الدولة ما فيهاش علاج. فيجي يقول لك ما عنديش العلاج، ابعتوا لي. حاضر، نيجي نبعت له، يقول لك لا اديني كذا. يا عم ده علاج، يا عم الدولة ما وفرتش العلاج، احنا بنوفره للناس. لا انا عاوز كذا. انت الدولة الوحيدة اللي المواطن لا يأمن على لقمة عيشه تاني يوم. يعني مش عارف، نص السكان ما لهمش وظائف، مش عارف اذا كان هيلاقي لقمة لعياله. انت يا حبيبي الدولة الوحيدة اللي جيشها بيخش اي منطقة ويفضيها. ده انتوا الدولة الوحيدة اللي طردتوا الموتى من قبورهم يا راجل. ده لسه حادثة والناس طالعة تصوت وتلطم، وطلعوا تقولوا اصل حاطين خشب وقش رز وعاملينه موتى. يا سلام، حتى المقابر استخسرتوها في الشعب. على فكرة احنا الدولة الوحيدة اللي لازم يكون عندك فلوس عشان تدفن، وإلا هتدفن في مقابر الصدقة اللي كلها شربة. تخش مقابر الصدقة عاملينها مسلح ويرموا الجثث تتحلل، وتلاقي المية اللي نازلة من الجثث مش موجودة في أي دولة تاني يا أستاذ. الدولة الوحيدة اللي لازم تدفع ثمن المدفن بتاعك، مع إني 95% من مساحة مصر غير مستغلة وكلها صحراء. لو أنا كنت سيادة اللواء كنت اتدفنت في مقبرة على حساب الدولة، أو في أرض ال6000 فدان اللي بدهم لي، ولا ال2000 فدان. احنا الدولة الوحيدة اللي عملت مقبرة لأم الرئيس السارق للسلطة على حساب الدولة. ما سمعتش دولة عملت مقبرة لأم الرئيس على حساب الدولة على خلاف القانون والدستور. وترجع تقول لي كفاية الأمان. أنت الدولة الوحيدة الذي لا تأمن على نفسك الآن. هيخش يلبسك يا راجل. ده رموا الراجل من الدور التاسع واستفردوا بمراته ساعة ونص جوه. أمه بتقول خدوا مراته المسكينة واستفردوا بيها الأمناء جوه ساعة ونص يعملوا فيها ما شاءوا، ولم تتحرك الدولة الفجرة بنت الكلب الواطية. الدولة الوحيدة اللي عملوا صور لرئيس دولة أجنبية في تخرج في الفضاء واحتفالات عظيمة في تخرج دفعات الجيش، الكلية الحربية وكلية الشرطة، وتقول لي أمن وأمان يا راجل. أمن وأمان؟ يجيبوا سايد وابنه ويعملوا صورهم في السماء وهم بيخرجوا الجيش. يعني ضابط الجيش الواد الزبوط الصغنن الزنبوط ده لما يخرج يلاقي ابن زايد، ولاقوا لمين؟ ولاقوا لمصر ولا لابن زايد؟ اقول لك ايه تاني ولا كفايه كده عليك يا استاذنا؟ شرفتني يا استاذ، تحياتنا ليك.